يا مساء الخير عليكم واهلا بيكم. معاكم فاطمه بدران وحلقه جديده من بس كده. في حلقتنا النهارده هنتكلم عن حاجه كده شاغله تفكير البنات كتير. اسم حلقتنا ما تتجوزيش. ايه هي الحاجه اللي شاغله تفكير البنات دول وليه ما تتجوزيش؟ هنعرف بس بعد الفاصل. نروح دلوقتي الفاصل ونرجع نكمل معاكم. فاصل وراجعين. ممكن اقول لك كلمه سر في ودنك؟ بلاش ودنك، مش هتقولها، ودنك بعيد. اقول لك كلمه سر في ركبك. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين معاكم. قبل الفاصل كنا بنقول ان في حاجه كده شغله عقل بنات كتير، بس نقدر نقول ان البنات في تفكيرهم نوعين. بنات كل تركيزها في الحياه هدف واحد، بتكرس كل حياتها ووقتها انها توصل له، والهدف ده هو ازاي يبقى عندها بيت واسره وحد بيحبها تعيش معاه حياتها اللي جايه. حد فيكم يقول لابوي، حد فيكم يقول له ورد مش عايزه تتعلم، ورد عايزه تقعد في البيت، بس مش البيت ده، عايزه اتجوز يا ناس. في بقى بنات تانية خالص بتفكر بمنطق وطريقة تانية مختلفة تماما، ليهم هدف في الحياة وطموح ونجاحات عايزين يوصلوا لها ويحققوها، بس مشكلتهم ان اللي حواليهم هم اللي واقفين عند نفس نقطة الهدف التاني اللي بيندرج تحت سؤال هنفرح بيكي امتى وتسيبك من اللي بتعمليه ده. سيدي جواز ايه؟ واسيب شغلي وبيتي؟ ويا ترى الجواز ده بقى كومبو والخلفة في الباكج ها؟ وجسمي يبوظ واقف في المطبخ وشعري، ما فكرتش في شعري؟ لا والله انا اسف، ما فكرتش في شعر حضرتك. يعني انت بترفضي؟ لا برفض، دي كلمة صغيرة جدا من 4 حروف، لكن ارفض خالص مالس، نيفر ايفر نو. سواء بقى كنت من دول او من دول، هما احب اقولك كلمتين: ما تتجوزيش لمجرد انك تخلصي من سؤال هنفرح بيكي امتى. ما تتجوزيش عشان انتي طهقانه من بيتكم فعايزه تطفشي منه ومن خنقته ومن التحكمات اللي فيه باي طريقه. ما تتجوزيش عشان تلاقي حد يصرف عليكي عشان انتي تعبتي من الشغل. ما تتجوزيش عشان تحسي انك عملتي انجاز عشان الاصغر منك كلهم بقى عندهم عيال وكلهم بقوا طولك دلوقتي. ما تتجوزيش الا في حاله واحده بس، انك تكوني لقيتي الشخص اللي تحسي معاه بالامان، اللي لما تتكلمي معاه تبقي مطمنه، وانك مهما قلتي او عملتي هيفهمك صح، وما تبقيش حاسه انك طول الوقت بتحسسي على كل كلمه تقوليها احسن يفهمك غلط. تبقي براحتك، بتهزري، تضحكي، مش هيفهم، بالعكس مهتم بكل تفاصيلك الكتيره قوي اللي انتي بتدققي فيها، وكل كلمه بتقوليها حتى لو كان كل ده حاجات تافهه وبسيطه. اللي يحس بيكي وانتي مهمومه او فرحانه لمجرد يسمع صوتك في مكالمه من حروف كلامك في المسج اللي بتبعتيها. اللي يقدرك ويكون فخور بيكي قدام العالم كله انك اختياره اللي مالي عليه دنيته، وانك احلى حاجة حصلت له في حياته بالقول والفعل مش كلامه بس. بس كده. ودي كانت نهاية حلقتنا. احب افكركم حلقتنا النهاردة كان اسمها ما تتجوزيش، وكنا بنقول فيها الجواز مش انجاز. الانجاز الحقيقي في الجواز هو انك تلاقي الشريك المناسب ليكي، المتفاهم والمتوافق معاكي في كل حاجة. ده الانجاز الحقيقي. ولو مفيش حاجة من دول في الجوازة يبقى بلاها، واعرفي انك داخلة على الفشل. ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخ؟ ايه بقى يا شيخ؟ ربنا يهد المفتري يا شيخ. لو الحلقة عجبتكم اعملوا لايك وشير والكومنت مستنية. كنت معاكم فاطمة بدران وبرنامج وبس كده. اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا النهارده. ما تنسوش تتابعوا كل جديد على صفحتي على الفيسبوك، تويتر، انستجرام، تيك توك، كواي، وقناتي على اليوتيوب، وكلهم باسم فاطمة بدران بالعربي والانجليش مع بعض، او فاطمة_بدران 28. اسيبكم دلوقتي واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله على الف خير. سلام.